السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. أهلا بحبايب المحترمين في كل مكان وكل الدنيا. يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وراحة بال وجبر خاطر. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلي على رسول الله وحط لايك وفعل الجرس فضلا مني كويسة أمرا عشان غيرك يوصل الفيديو. ومليون مرحب بالمشتركين الجدد، نورتوني والله وزادت القناة نورا وشرفا بكم. حبايبي طبعا المتابعين حبايبي اللي معايا. انا بشكركم على كومنتاتكم الجميله وعلى كلامكم وعلى تشجيعكم ليا. ربنا يا رب يديمكم في حياتي، وربنا يجازيكم خير يا رب. طبعا النهارده انا هعمل لتاني مره يا بنات روتين في بيت حماتي. لاني بقالي فتره كنت بعد ما عملت الروتين اللي هو بتاع اوضه النوم بتاعت حماتي وكده. فانا قعدت فعلا يومين بعدها في شقتي، قلت برضه مروق الشقه وكده بتاعتي، عشان انا بعدها على طول سافرت رحت لوالدتي. وطبعا انا جيت من عند والدتي، يعني قعدت برضه يومين فوق، لاني والله كنت جايه تعبانه وكده من السفر وكده. ف كان في ناس جايين لبابا من السفر اللي هو حمايه. كان في ناس جايين له من السفر وكده من الحج وكده. لانه حمايه دوت كان عامل عمليه من فتره، يعني مش من فتره، يعني من فتره قريبه. فطبعا الناس ما كانوش موجودين، كانوا مسافرين. فلما عرفوا فقالوا احنا جايين لك وكده. فطبعا حماتي اتصلت بيا الصبح وقالت لي تعالي ما تتاخريش عشان خاطر مثلا نروق البيت ونعمل اكل للناس اللي جايه دي وكده. فقلت لها خلاص مش حاضر. انا بيني وبينكم اليوم ده فعلا ما نمتش. يعني انا مثلا وديت ابني المعهد، وبنتي التانية راحت مدرسة مع ولاد عمها وكده. وبعدها يعني مثلا ايه، يعني على ما وروحت البيت فعلا غيرته على ما فقت وكده ونزلت. كان على ما نزلت كده كان الظهر، كان داخل علينا الظهر. فقلت بقى ايه اول حاجه يا ماما انا هروق البيت. يعني مثلا ولعت على الاكل، احنا كنا عاملين لهم اكل وكده. قلت لها مثلا انا هولع اللحمه، طبعا احنا كنا عاملين لحمه مع الاكل. فانا قلت انا هولع على اللحمه الاول، وبعد كده ايه الحاجه، يعني الاكل التاني مقدور عليه. بس اول حاجه لازم اروق البيت، لان ممكن الناس هم كانوا قايلين لبابا ان هم يجوا له العصر وكده. فطبعا يعني العصر ورا الظهر على طول، فما فيش وقت. فكان لازم مثلا ان انا ايه، يعني البيت مش هياخد معايا، يعني البيت مش هياخد يعني باستعجال وكده، هعمله بسرعه وكده عشان مثلا يكون مثلا شكله حلو وكده. فقلت خلاص يا ماما انا هعمل مثلا هولع على على اللحمه الاول. ماشي. والاكل التاني كنت مجهزه بس الحاجه بتاعته، يعني مجهزه الطماطم ومجهزه الحاجه بتاعته. قلت هقفله بس، يعني طبعا مع تسويه اللحمه وكده على ما اللحمه تستوي يكون الاكل التاني كمان استوى. عشان انا في شعله، في شغل عند ماما وكده والبوتاجاز، فبولع عليها وعلى البوتاجاز، فما بياخدش وقت معايا. فانا قلت انا اول حاجه المهم ان انا ايه، ان انا اروق البيت وكده عشان خاطر الناس لما تيجي مش هينفع ان انا مثلا ايه، ان انا اروقه هم قاعدين. حتى يجوا مثلا يلاقوا البيت كمان نضيف ورايق، لان الناس ديت بقى لها فتره جامده ما جتلناش او ما جوش لبابا بمعنى صح. وكانوا كمان مسافرين، فلما عرفوا ان بابا كان عامل عمليه وتعبان فجم. حتى ماما كانت عايزه تروق معايا صراحه، عشان ايه، بتقولي عشان مثلا تخلصي بدري عشان الاكل وكده. قلت لها والله ما تشيلي هم، ان شاء الله كل حاجه هتخلص في وقتها ان شاء الله وفي ميعادها. انت بس ما تشيليش هم، وان شاء الله انا هخلص يعني ايه بسرعه وكده. طبعا انا ايه ابتديت برضو صراحه بيني وبينكم، يعني ايه، ابتديت صراحه. يعني انا برضو خايفه من ناحيه برضو، يعني الناس ممكن هم قايلين مثلا هنيجي بعد العصر او العصر، بس خايفه في نفس الوقت ان هم مثلا يجوا بدري. فطبعا انتوا عارفين مثلا لما يبقى في ناس جايه وكده، او مثلا وراكي ترويق او وراكي اكل او الحاجات دي. وبعدين انا يعني والله على قد ما اقدر، الحمد لله يعني قدرت ان انا يعني آه، يعني اخلص حاجات كتيره. قلت برضو ما امسح المطبخ معايا عشان لما اجي مثلا اقف فيه وكده يبقى نضيف معايا. وطبعا الشويه يا بنات في الجنب اهي، انا كنت مولعه اللحمه جوه. قلت مثلا لما اخلص ترويق وكده عشان ممكن مثلا الحله تقع مني او عليا ولا كده. فقلت لا، لما امسح البيت خالص واخلص هطلعها بره على الايه، على الشعله. فقلت مثلا لما افرش خالص ابقى اطلعها واحطها. ومثلا بقيه الاكل هيتقفل معايا عادي على البوتاجاز، مش هياخد وقت ان شاء الله معايا. وفعلا والله انا عايزه اقول لكم ان انا خلصت فعلا. يعني بصوا، خلصت وانجزت حاجات كتير قوي.
حتى حماتي رايحه جايه برضو، يعني عايز تعمل معايا باي طريقه. قلت له والله ما انت عامله حاجه، انا هعمل كل حاجه، انت بس يعني ايه، ناوليني مثلا لو في حافظه مثلا يعني ناول كده تجيبها لي، لو في مثلا سجاده تجيبها لي بس. لكن ما رضيتش اخليها صراحه تمسح ولا تكنس ولا تعمل اي حاجه خالص معايا. انا اللي بقيت بجري من هنا لهنا عشان خاطر ايه. طبعا انا كنت بعمل لوحدي كمان، يعني كان كل الحمل عليا لوحدي. طبعا انتوا عارفين طبعا انا ما مش هينفع ان انا مثلا اخليها تعمل معايا وكده، لا. هي برضه عشان ما تتعبش، وهي كانت لسه قايمه كمان من دور تعب وكده. فما رضيتش صراحه ان انا ايه، ان انا اعمل ان انا اخليها تعمل وكده. قلت لها لا انا هعمل انا، بس انت بس ناوليني مثلا الحاجات اللي هي الخفيفه دي. قالت لي خلاص ماشي. بقيت مثلا تناولني زي حافظات زي كده وما اعرفش ايه. انا عايز اقول لكم ان انا خليت فعلا والله البيت على سنجة 10. ركبت ستاير، غيرت الحافظات، زي ما انتم شفتوا برضه كان كنس ومسحت. ده كله يعني بصوا الحمد لله في وقت قياسي يعني قليل خالص. برضو اللي ساعدني برضو ان مفيش مثلا عيال معايا. عيالي كانوا في الدروس وقتها. قلت لهم مثلا ما تخلصوا كده وبقوا تعالوا مثلا ايه على بيت ستكم كده. قالوا لي ماشي. فطبعا برضو اللي ساعد معايا ان ولادي ما يكونوش موجودين معايا. طبعا انت لما ولادك بيبقوا موجودين وانت مثلا بتعملي شغلانه بيعطلوكي. على ما تقولي مثلا اقعد لده واقعد لدي، بيعطلوكي صراحه. انا زمان برضو البيت كان فاضي عليا خالص، مفيش الا انا وبس وحماتي و... و... وقلت ايه بقى اما اخلص انا مع نفسي بقى. وبعد ما خلصت خالص الناس جم فعلا واتغدوا واتبسطوا وخدوا واجبهم. وعايزه اقول لكم بقى على كميه المواعين بقى اللي انا غسلتها فعلا. يعني انا ما تعبتش في البيت ولا في الترويق قد المواعين. ليه بقى؟ كانوا ناس كتير ماشي، وكانوا ناس كتير وبقيت اشيل مثلا احط صواني واشيل صواني. فبيني وبينكم تعبت. برضو يعني ايه، يعني ممكن البيت هتكنسه وتمسحي وخلاص على كده وتفرشي وخلاص. لكن المواعين بقى تحطي اكل وتشيلي اكل. وغير كده برضو انا غسلت مواعين كتيره، يعني غير المواعين دي كمان انا كنت غاسله مواعين قبلها. بس دول اللي اتبقوا اخر حاجه. يعني مثلا من من الناس اللي كانوا باقيين. طبعا بقيت مثلا كل ما الناس تاكل، يعني مثلا اغلب اصل كانوا كتير، فانا كنت مثلا عامله لهم ايه، عامله الناس هنا وعامله الناس هنا، يعني عامله في مكان وفي مكان. فكنت عايزه اقول لكم ان انا عامله ايه، يعني زي سفرتين بس كانوا بعيد عن بعض. فطبعا انتوا عارفين بقى المواعين كانت كتيره وكده، فما كانش فيها ان انا لوحدي برضو. ومش عايزه مثلا برضو ان انا يعني اخلي حماتي تساعدني ولا حاجه. وغير كمان بعد ما الناس مشت وخدوا واجبهم برضو، المواعين بتاعت الاكل بتاعتنا احنا، يعني بتاعت عيالي وبتاعت حماتي وجوزي وما اعرفش ايه. فبرضو كان كله حمل عليا. حتى انا فرشت الحافظات القديمه عشان هنتغدى عليها. يعني انا قلت ايه، طبعا انتوا عارفين بقى العيال مثلا بتقعد توقع اكل ما اعرفش ايه الكلام ده. فقلت لماما بصي عشان البيت يفضل نضيف معاكي وما نعملوش تاني بقى، هنهفرش بس حافظه قديمه في الصاله على الحافظات اللي انا فرشاها وكده. عشان مثلا لو عيل من عيالي مثلا وقع اكل وقع مش عارفه ايه نلمها بس ونفضل انا كده كده هغسلها. قالت لي خلاص ماشي. قلت لها ماشي عشان بس على قد المواعين وكده. عشان كان داخل برضك عليا الوقت المتاخر، كان داخل عليا المغرب. عايزه اقول لكم ان انا كان هدومي كلها ميه وكانت متغرقه. وكانت بصوا الدنيا بايظه عندي خالص صراحه. فانا كنت عايزه اخلص باي طريقه. ده غير كمان يعني الحلل الكبيره وكده. كانت حلل كبيره كمان اللي كنت عامله فيها الاكل. فيعني اخد مني وقت صراحه. بس قلت يلا مش مشكله. مع اني والله كنت يعني قبلها بيومين كنت برضو مروقه شقه ماما. حتى يعني كنت تعبانه برضو، يعني مروقه شقه ماما برضو كلها. وكنت قبل شقه ماما كنت مروقه شقتي برضو. وجيت من سفر يعني قعدت يوم واحد بس ارتحت. ونزلت تاني يوم لحماتي وكده. لقيت طبعا في ناس وكده، فما ينفعش ان انا اسيبها لوحدها. يعني مش كان هينفع ان هي برضه تعمل الشغل ده كله لوحدها. فكان تعب عليا برضو من ايه، مثلا من الترويق هنا والترويق هنا. فبيني وبينكم يعني بس الحمد لله ربنا يدي الصحة للواحد يعني واهم حاجة ان هو يرضي اللي حواليه. دي اهم حاجة والله بالدنيا، سواء حماتي او امي. وزي ما بعمل لامي بعمل والله لحماتي. يعني عايز اقول لكم انا كنت بقول لماما ايديا وجعاني، يعني عصب ايدي كان وجعني. ليه بقى؟ من الشغل.
من الشغل الكتير وكده، فكنت حاسه ان يعني عصب ايدي كان وجعني صراحه. بس حتى كنت بغسل على قد ما بقدر. بس الحمد لله والله. يعني بصوا، انا يعني بقول الحمد لله ان انا قادره ان انا اسد هنا وهنا و... وكفايه بس دعوه ماما، او دعوه يعني دعوه حماتي او دعوه ماما دي بالدنيا والله. يعني مش عايزه غير كده والله. بصوا ان ربنا بس ايه يرضى عليا، يعني يرضى علينا بس الدنيا واخره خلاص. لكن كان على الشغل حتى لو هتتعبي شويه بعد كده هتلاقي راحه. كفايه الدعوه بس اللي انت ايه اللي بتلاقيها بعد كده. فالوصل اللي عندي هنا يا بنات يصلي على النبي كده ويحط لي لايك ويفعل لي الجرس، واللي ما شاركش يشترك عشان يشوف كل جديد مني. يا رب بس يعجبكم الفيديو. آه على وعسى مثلا تكونوا استفدتوا مني بحاجه، او تكونوا شجعتوا برضو. واللي قاعد كسلان يشجع، واللي ما بيروحش لحماته يروح لها برضو. والله بص الدنيا مش مستاهله خالص خالص الناس تزعل من بعضها. واللي برضو في ناس برضو كتير بتزعل من اهاليها برضو، مش برضو الدنيا مش مستاهله برضو انك تزعلي امك او تزعلي حماتك. رضا الناس الكبيره دي عليكي والله بالدنيا وما فيها. فده الحمد لله، ده اللي انا ماشيه بيه والله، وده اللي انا بعمله فعلا. ولا بحب ازعل هنا ولا بزعل هنا، وعلى قد ما بقدر والله العظيم. يعني زي ما بعمل هنا بعمل هنا الحمد لله. فانا بصوا الدنيا والله العظيم مش مستاهله المشاكل مع بعضها، الناس تزعل من بعضها. لو زعلانه من امك صلحيها، لو زعلانه من حماتك برضك صلحيها. في ناس كتيره طبعا آه، بتكون مثلا زعلانه من امها، في ناس بتكون زعلانه من حماتها. والله بصي ارضى الاتنين عليكي دولي بالدنيا وما فيها. يعني كانك بصي كانك الحمد لله ربنا رضى عنك. فانا الحمد لله على قد ما بقدر والله. بصوا يعني زي ما بشتغل هنا والله بشتغل هنا وما بقولش للشغل لا. الحمد لله. انا كده هنا كنت خلصت المواعين. قلت برضو مدعك يعني اعمل الحوض برضو اديله دعكه برضو معايا عشان ينضف وكده، عشان الاكل كان كتير النهارده وكده. قلت لا لا، عشان ايه ما يبقاش مثلا عليه دهون متراكمه كده. قلت لا لازم ادعكه برضو معايا. وده اللي انا عملته، شطفته كله معايا، حتى الحيطه اللي في الجنب دي شطفتها برضو. والله بيني وبينكم انا كان والله لو كنت قعدت كنت هقعد واكسل، بس كانت المواعين كتيره فما كانش ينفع ان انا اسيبها. وبكده اكون خلصت معاكم الفيديو، واسيبكم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من يوميات سوسو والعيله.